بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده احنا قلنا نعمل فيديو، نعمل بطاطس بالفراخ. طبعا هي كمية الفراخ كانت قليلة شوية، يوم عادي هيتقضى. احنا كنا جايبين وركين كده، وقلنا نعملهم كده بطريقة سهلة وبسيطة. صينية بطاطس كل الناس بتعملها تقريبا، لازم مرتين ثلاثة في الأسبوع بصراحة بتتعمل، يعني بنستسهل. فاحنا قلنا نعمل صينية بطاطس النهاردة تكون سهلة وبسيطة وخفيفة كده، وبكونات موجودة على طول. احنا جبنا بقى الوركين دولت وكان معاهم مثلا زي جناحين كده، الحمد لله. يعني جبناهم يعني مثلا ب85 جنيه، تمام زي الفل. هنا بقى نعمل صينية بطاطس جامدة كده. وبعدين بقى لقيت ايه، قلنا طب ما نعمل شوية ملوخية كده حلوين. فعشان كده ايه، سلقنا الفراخ نص سلقة عشان ناخد الشوربة بتاعتها. كان يوم عادي كده. بصوا احنا هنا بقى معانا المكونات بتاعتنا: الفلفل طبعا الالوان والفلفل الاخضر، ومعانا البطاطس ومعانا البصل. وكنت ضربة مثلا زي كام قطاية كده في الكبة. طبعا هناخد طبعا معلقة صلصة، ومعانا مرقة الدجاج، ومعانا المكونات اللي انتوا شايفينها دي طبعا، والفلفل والكمون والحاجات اللي هي التوابل. مش كل الفيديو طبعا هنتكلم عن الاكل، طبعا ايه هتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي وايه اللي بيحصل. بس كنت عايزه اتكلم على حاجه تانية، معلش اعذروني، يعني عايزه اخد رايكم في حاجه وتكتبوا لي في الكومنتات هو صح ولا غلط. هو المفروض ان حد رب الاسره كراجل، يعني راجل كبير، يعني ربنا يحميه ويخليه، يعني طبعا عنده حاجه و70 سنه ما شاء الله. يعني هو احنا بنتكلم في العموم في المطلق. يعني هو المفروض ان الحد يكون مثلا متجوز ومخلف وعنده صبيان، يعني رجاله، وربنا مديله الحمد لله ومعاه. فهو المفروض ان هو يديهم ولا ميدهمش؟ يعني هو ربنا الحمد لله ميسرها معاه. يعني هو بيقول انا مسؤول منهم. يعني المفروض مين مسؤول عن مين؟ انا محتاجه فعلا رايكم جدا، اعرف لما يكون مثلا الراجل ده مثلا عنده مثلا شقة مثلا وابنه مأجر. طب هل يا ترى هو من حق ابنه يقعد في شقته ولا مش من حقه؟ تمام. مش عارفة والله اجيبها ازاي يعني، ولا اقولها ازاي. بس عايزة اعرف هو مين، يعني هو ايه المفروض ان احنا ندي للناس الغريبة وعيالنا لأ؟ المفروض ان احنا نكبر الناس الغريبة وعيالنا لأ؟ ليه خيرنا بيبقى مش لينا ويبقى لغيرنا؟ والمشكلة ان احنا ما بنتمتعش بيه. ما انت هتدي النهاردة هتلاقيه بكرة. هي القصة كمان مش قصة فلوس والله بجد خالص. يعني الأساس مش فلوس، هي الأساس ان ليه نعمل لعيال غيرنا، ليه نبني لعيال غيرنا. مش عارفة ايه وجهة النظر في كده، بس بحس كده ان في حاجة غامضة في الموضوع، في حاجة اتعملت زمان فمخوفاك النهاردة. يعني كتقدير للموضوع بحس بحاجة زي كده. فربنا بقى يسامحه بقى من عند الله. الحمد لله نعمة من عند ربنا، ربنا ساترها يعني. ربنا يسامحه بقى، هو عقابه عند ربنا. ربنا اللي بيدي، الحمد لله النعمة من عند ربنا، وربنا اللي بيستر. كل واحد 24 إيراد بيشوفهم في صحة، بيشوفهم في مال، بيشوفهم. والله وفعلا فعلا أهم حاجة في الدنيا دي مش يعني، أنا بشوف طبعا هي الصحة مهمة جدا، بس أنا بشوف الأهم من الصحة كمان راحة البال. لأن راحة البال دي بالدنيا ومحدش يعرف قيمتها. ان انت تبقى نايم كده وحاطط دماغك على المخدة، ومحدش لا عندك حاجة، ومحدش مدينك بحاجة ومحدش بيضايقك، او حد مثلا حاسس ان في مشكلة مع حد هتحصل، او في حد ليه عندك حاجة. دي راحة البال بالدنيا بالدنيا بالدنيا، ومحدش يعرف قيمتها الا اللي مش مرتاح البال. فهي دي فعلا 24 دولت ربنا مدهم لنا راحة بال، نعمة من عندك يا رب، الحمد لله يا رب. طبعا احنا عملنا بقى صينيه البطاطس، حطينا بقى كل الخليط كله على بعضه، رحنا بقى حطينا نص كميه الفلفل الالوان دي تحت،
وحطينا النص التاني بقى فوق كده. بصوا منظر الصينية بصراحة يعني تتاكل كده كله على بعضه. ما بتاخدش يا جماعة يعني تقريبا كده، يعني ما بتاخدش دقايق وانت بتحضريها. وتخش بقى الفرن برضو تاخد لها. انا بص بصراحة بحطها على البوتاجاز من فوق الاول، ما بحطهاش في الفرن على طول. انا بحطها على البوتاجاز مثلا من فوق الاول، تاخد لها مثلا زي ايه بخار كده يشتغل فيها كده نص مثلا تسوية كده ولا حاجة، وبعدين على الفرن على طول. فالموضوع بصراحة بيبقى جامد جدا يعني، تاخد بقى الوش بتاعها وكده. احنا طبعا مش مكترين الشوربة بتاعتها فبتاخد وش حلو جدا وبتبقى مدية زي سنة نشف. انا مش بحب البطاطس فيها قوطة كتير. طبعا انا جبت بقى ربطة الملوخية كده، فهي طبعا عشان ملوخية بلدي مش بتطلع ملوخية كتير، والورقة بتاعتها بتبقى صغننة قوي كده. فقلت بقى ايه، هو يا دوبك طبق واحد. انا بصراحة مش بحب الاكل البيت يعني، فعشان كده بعمل كميات اللي هي على قد اليوم يعني. فعملنا بقى طبق الملوخية ده. وبصراحة انا ما بي اصلا بيبقى فيه ملوخية يعني، ملوخية بعيش بنسى اي حاجة تاني، ولا رز ولا اي حاجة بقى، هو على طول الملوخية بتبقى بصراحة طعمها تحفة يعني. عايزين بقى نعمل كده بقى محشي كده ولا حاجة كده، ونشوف الدنيا بقى كده، نعمل محشي سوا، نعمل خلطته. عندي خلطة محشي بتبقى حلوة جدا وبتبقى سهلة. انا ممكن اعمل خلطة المحشي بطريقة ما بتاخدش اي وقت خالص. فبصراحة نفسي اعملها معاكم وتعجبني يعني. نفسي اصور والله كل يوم يا جماعة، بس بقى مش عارفة. الواحد عقبال مثلا ما بيجي من تحت وكده، فببقى بحس ان التصوير بياخد وقت شويه، فاللي هو بستسهل. بس انا والله كل يوم بعمل اكل وببقى عايزه اصوره يعني، وبعمل اختراعات وبعمل حاجات كده على حاجات، بتبقى شكلها بتبقى حلوه جدا وطعمها بيبقى ممتاز يعني. انا من عشاق الشيخ علاء الشربيني. فهو اصلا بيخترع يعني، انا بحس ان الشيخ علاء الشربيني اصلا بيخترع، فبحب اكله جدا. وبعدين بسيط وسهل يعني، هو اكله داخل في البساطه شويه زي اي بيوت مصريه بقى، ما بيقعدش يزوق كده بقى في الاكل ولا في الكلام ولا في حاجه، فماشيها كده ببركه ربنا وما شاء الله عليه. فهو انا بحب طريقته قوي في الاكل، فانا بعمل زيه يعني. ولا كبه بقى عشان اضرب التوميه ولا حاجه، لا اول هون العادي الطبيعي يعني زي ما بنعمل في بيوتنا يعني. ولا اكيد احنا لما نيجي نحشي المحشي مثلا في بيتنا مش هنلبس جواندي يعني، مش هنضحك على بعض. انا بقى سايبه البوتاجاز شويه كده، لاني جايبه ماده وعايزه اشوف الماده دي فعلا هل هتنضف لي البوتاجاز يعني. انا شايفه منظر البوتاجاز اصلا مش عاجبني ولا بشع، سايباه وعماله احرق فيه عشان اشوف. سبحان الله، سايبه عين واحده عماله احرق فيها كتير قوي، اللي هي الناحيه التانية دي حرقاها بصراحه يعني. عايزه اشوف الماده دي فعلا هتنضف البوتاجاز ولا لا. لان فعلا لو نضفت البوتاجاز، بس شوف فيديوهات كتير ويقعدوا يعملوا حاجات وي والكلام ده كله، والاقي الحاجه ما شاء الله الله اكبر يعني. يعني ده رموا بوتاجاز ورجع بوتاجاز جديد تاني يعني. فانا عايزه اشوف هو ده فعلا جبت مره قالوا مش عارفه ايه اللي بيتعمل على ايه ومش عارفه ايه، وشويه بريل وكده وشويه مش عارفه كربوناتو ولا ايه. عملت انا الموضوع ده. بص هو في حاجات كده طلعت خفيفه، بس مش اللي هو اللي هم بهروني في الفيديو. فانا عندي ماده كده جايباها من مكان، فعايزه اشوفها فعلا هي هتنضف البوتاجاز ولا لا، او مثلا طاسه زي كده او حاجه زي ما بشوف. فلو جربتها وعجبتني انا هنزلها لكم، عشان هي ماده موجوده في اي حته وسهله جدا ان انتوا ممكن تجيبوها. مش حاجه غاليه جدا، ولا تقعدوا تدوروا، ومش هيبقى كده، هيبقى فعلا ده حصل هو حصل، ما حصلش ما حصلش. فانا هقول لكم. طبعا احنا حطينا بقى التوميه بعد ما ضربناها. هي كميه التوم كانت كتيره شويه على البتاع، بس انا اصلا بحب التوم في الملوخيه يكون مسيطر يعني. فضربنا بقى، حطينا بقى معلقه الزيت وكده، ولا ما كانش بصراحه حطيتش سمنه، انا حطيت زيت. ورحت بقى ايه عامله التوميه كده حمرتها، ورحت حاطه شويه الشوربه. انا بقى كنت مخدوعه احط شوربه قد ايه عشان اشوف كميه الملوخيه هتكفي ولا لا. كنت خايفه ان هي انا مش بحبها خفيفه، لان كده كده هاكلها بعيش يعني. فانا كنت عايزاها يكون سمكها كويس، فانا حطيت شويه الشوربه على القد، ولو احتجت تاني انا احطها. متنسوش بقى يا جماعه الاشتراك في القناه،
و... وتعملوا التعليقات عشان ان شاء الله ينزل لكم كل جديد. انا اندمجت مع الملوخيه والله وانا بقلبها. بس عايزين بقى نشوف بقى اللي بيحصل في الدنيا دي والغلا الجامد اللي بنحصل فيه. يا دوبك مش عارفه الحاجه احنا عايزين بعد كده. والله انا الفيديو ده انا اتكلمت فيه 3 مرات، وكل مرة الفيديو مش بيعجبني فبرجع امسحه وارجع انزل الفيديو، اكلم الفيديو تاني من اول وجديد، لاني فعلا ما مش عارفة، بحس ان ما فيش كلام اصلا الواحد يقوله. والله الفيديو اللي فات انا اتكلمت عن حاجات مهمة جدا جدا جدا، اللي هو الفيديو ده يعني التسجيل اللي فات انا اتكلمت عن حاجات مهمة جدا، بس لقيت نفسي اندمجت لدرجة ان انا يعني جرحت في ناس وجبت سيرة حد، يعني ربنا يبارك لهم بقى بعيد عننا، يعني ربنا يبارك لهم بجد. فابتديت ان انا اجيب في السيرة، يعني انا عايزة اقول لكم يعني مش عايزة اوحش الدنيا، بس علاقة الاخوات ببعض هنفضل لحد امتى نشوف ان مصلحتنا ان احنا نأذي اخ لينا او اخت لينا؟ ليه دايما نيجي على حد عزيز علينا؟ الله اعلم هو بيبقى، بس انا بشوف طالما هو جه عليه مش بيبقى عزيز يعني. ليه نأذي حد عشان خاطر مصلحة لينا؟ او ليه نوحش حد عشان نطلع احنا حلوين؟ بس للاسف احنا مش هنطلع حلوين برضو في الاخر، مش هنعرف نطلع حلوين، لان هو الوحش بيفضل طول عمره وحش، هو بيبقى عنده حاجة كده من جوه بتبقى وحشة. ف فربنا يهدي، والله ربنا يهدي. بس انا بشوف العيب من الام والاب، مفيش كلمة حلوة بتتقال. لسه مكلمة حد دلوقتي وبيقول لي هي بتبقى التربية من الاول، بيشوفوا في غلط فهم بيتعلموا ان هو ده الصح بالنسبة لهم، هم شايفين ان ده صح. ما هو انت طالما انت كبير بتعمل غلط، انت عايزني انا يا صغير اعمل الصح ليه؟ طب اعمل انت الصح عشان اعمله. فربنا يهدي والله بجد، ربنا يهدي يا رب، وما يسلطش الناس على الناس، وما يسلطش لسانهم على نفسهم. واللي عنده ابتلاء او الناس عامة، يعني اشخاص كده معينة بتحب تبتلي نفسها بكلامها. اصلا انا عندي حاجات وحشة، فربنا بيقول له خد بقى، انت طلبت، خد، انت طلبت الوحش فخده. يعني عقدة منظره كده يقولوا احنا عندنا مشكلة، احنا عندنا حد تعبان، احنا عندنا وزي ما يكونوا بيتباهوا بحاجة وحشة عندهم. متعرفش هما هي الحاجة اللي انتوا بتقعدوا تتباهوا بيها دي هي ايه؟ فربنا يبتدي يقول لهم خدوا، انا اديكوا الصحة واديكوا المال واديكوا حاجات كتير، وانتوا مش حامدين ربنا، وانتوا اللي بتقولوا ان احنا عندنا الوحش. خدوا بقى الوحش عشان تعرفوا النعمة اللي انتوا كنتوا فيها. يا رب الفيديو يعجبكم، وهستنى تعليقكم في القناة ان شاء الله، وتصبحوا على الف خير. الفيديو قادم باذن الله. مع السلامة، تصبحوا على خير.